السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير. زي كل مرة احب ابدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة انا هعمل لكم خدادية. النهاردة انا هوريكم الطريقة بقى. بصوا، انا بجيب قماشة ستان او اي قماشة عندي طبعا. اهي دي قماشة، بس ده الظهر بتاعها، قماشة انا قصيتها وبدأت اخيطها زي ما انتوا شايفين كده. دي غرزة السراجة اللي انا وريتها لكم في مرة من الفيديو. بدأت اخيطها خياطة عادية خالص. طبعا في ناس انا عارفة ان هما معايا على القناة، ما شاء الله عليهم في الخياطة تمام جدا، هيبدأوا يشتغلوا على المكنة. يعني انا برجح الاتنين، وبرضو على ايدي هتبقى كويسة. يعني انا عم بعملها، بقفلها كل ده كده، الاربع جوانب، وبسيب جزء صغير بخرج منه الخدادية، عشان ده يبقى الظهر طبعا. شايفين اهي كده. طبعا اللون اللي انا عايزاه بقى اشتغل عليه اهي. شايفين هيبقى باقي بس هنا مكان صغير ادخل منه الفايبر بتاعي. انا بجيب فايبر اهو، ده الفايبر بجيبه بقى زي ما انا، زي ما موجود عندي بالكيلو بالكيس زي ما انا قلت لكم قبل كده، وهبدا ادخل من هنا تمام لحد ما املى بقى الجزء اللي انا عايزاه. وهبدا من هنا بغرزه اسمها غرزه السحريه. انا هبقى اعلمها لكم برضو في مره. هنا طيب، في خيط هنا اهو. بما ان ديت يعني مش هكملها، بس انا هوريكم الفكره. بصوا، بدخل من هنا كده الخيط كده تمام، وهاتني دي كده، وهاجي انا دي الخيط، هي مكان الخيطه، هقوم جايه جايبه من الناحيه اللي قدامها كده، واقوم جايه مخرجاها كده بالمنظر ده. شايفين اهو. وبعد كده هاجي العكس اهي، هاجي العكس بتاعها كمان، اخد من هنا كده. دي غرزه اسمها غرزه سحريه عشان ما بتبانش، يعني بتبقى داخليه. والحاجات دي لو انا عندي اي لبس مثلا انا مش عارفه اعمله في الهدوم بتاعتي، ممكن استغلها. اي حاجه مقطوعه، شايفين مع نهايه دي بقوم جايه واخداها من الجنب من الناحيه التانية كده من هنا اهو. شايفين تبقى عامله ازاي؟ متبقاش باينه. كل ما اشدها كده دي بتنشد، فما بتبقاش باينه بالشكل ده. وهبدا اقفلها لحد الاخر معايا، لحد اخر الجزء اللي فاضل ده بالنسبه لتقفيل الخداديه تمام. طيب انا قفلتها بقى اهي، وبقت قدامي. انا عايزه اعمل عليها شكل. انا هبدا اعمل ايه؟ انا هبدا اعمل هنا شكل ورده. انا قصيت هنا قطعه اهي كده. معايا هنا كذا قطعه همت تمام. وهبدا اعمل ايه؟ هبدا اجيب معايا الابره والخيط بتوعي عادي كده. طبعا قبل ما اجيب الابره والخيط ديت قصاقيس ستان. فطبعا زي ما انتم شايفين كده، شايفين هي بتبقى منسره ازاي. انا المفروض هعمل ايه في الحاله دي علشان خاطر تطلع معايا مظبوطه؟ انا هقص بس شويه من الشراشيب دي كده، وهبدا اجيب معايا الولاعه. شايفين؟ امشيها بس كده اهو بالشكل ده، بتلغي كل حاجه. ودي لاي قماشه عندي بتنسر بالمنظر ده، وانا طبعا مش هسرفلها. مهم. لان دوت عامل زي خيوط فيها باليسر شويه، فبتتلسع، فبتبقى تمام، او زي ما تكون متسرفله جاهزه اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. حتى هتلاقي هنا بيديني هنا ايطان خط كده غامق شويه بنفس لون الموف، بس على غامق شويه، فهيديني شكل كويس لما تتعمل شكل الورده اهي كده. شايفين؟ طبعا ده يبقى الجنب بتاعي. طب المفروض ان انا هعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا هجيب الابره بتاعتي كده تمام، وهبدا انفذ الغرزه السراجه اللي احنا بنشتغل عليها اهي. بدخل الابره من هنا كده، وابدا اعمل الغرزه دي. شايفين اللي انا خيطت بيها بقى الخداديه؟ انا ما قلتلكوش الخداديه خيطتها ازاي، جبتها لكم جاهزه اهي كده بالشكل ده اهي كده. وهكملها لحد الاخر اهو كده اهي.
طبعا انا بشدها لان انا عايزاها مشدودة. هكملها لحد الاخر. طبعا انا قصيت قصيت 4 قطع عندي من نفس المقاس ده، لان القماشة كانت صغيرة. لو انت عندك قماشة طويلة هتقصها قطعة واحدة مفيش مشكلة، النتيجة واحدة. يعني لو هي دي كده مش قطع صغيرة، لو قطع متقسمة كده، لو هي قطعة واحدة على بعضها كده كده، لو هي قطعة واحدة من غير ما يبقى فيها التقسيمة دي مفيش مشاكل خالص، يستحسن طبعا. اهي كده. انا دي عشان متقطعة عندي قلت كانت قطعة صغيرة فحاولت انا اظبطها. فانا هقوم جاية، طبعا دي خلصت، هقوم جاية جايبة اللي بعدها هنا كده اهي كده. اخد من على الحرف الشكل شوية، وهنبدأ طبعا نجمعها. وانا شغالة زي ما قلت لكم لازم أنا اقول كل مرة بشكر المتابعين قناتي، بقدم لهم كل الشكر طبعا، لانهم متابعين جبارين يعني ما شاء الله، بيستنوا الفيديو اللي انا بنزله، فشكرا ليهم. والناس الجديدة ياريت تعمل اشتراك في القناة وتضيف بقى اصدقائها واصحابها. اهو شايفين انا طبعا بجمعها ليه؟ علشان هبدأ احطها كده، شايفين هتدي شكل وردة، بس هبدأ اجمعها علشان اقفلها كلها. معايا كذا جزء لسه هكملهم بقى وارجع لكم. طبعا انا خلصتها كلها اهي، شايفين انا قفلتها كلها بالشكل ده. دي مع اخر خيطة من هنا هقوم جايب مقفلة من هنا كده، شايفين عشان تدي شكل المروحة بالشكل ده كده اهي. من تحت من هنا بس اقفلها لحد الاخر. على فكرة شكل الوردة دي ممكن تعملوا بيها اشكال كتيرة جدا في حاجات كتيرة جدا هنستخدمها معانا. يعني كل مرة كده انا قلتلكوا دي وردة برضو هتتعلموها هتبقى جميلة اهي. تمام شايفين اهي كده. بس انا هبدأ لسه ما خلصتهاش. اولا انا جبت هنا دي شايفاها طويلة شوية، ثواني هظبطها من هنا كده. هبدأ الساعة بالولاعة برضو عشان دي الحاجات دي برضو تبقى مش مظبوطة قوي. يعني عشان كنت بقصها بسرعة معلش. تمام ادي اهي كده بالشكل ده انا عملتها هنا. انا طبعا انا مش قادرة اديكم مقاسات ليه؟ لان على حسب حجم الخدادية بتاعتي اللي انا شغالة عليها. طيب انا عملت 3 حاجات 3 مقاسات من دي، مش من الشكل. انا عملت المقاس ده اللي انتوا شايفينه ده تمام كده، وجبت بنفس النمط اللي انا عملته. عملت هنا شايفين ده تل، عارفين التل اللي هو بتاع الفساتين بتاع العرايس؟ هو ده التل بقى انا جبته، بس ده تل مش بيلمع ما فيهوش لمعه. لو عندي بيلمع مفيش مشكله، بس ده بيبقى واقف شويه، بيبقى ناشف، بيبقى منشي كده غير التاني. هبدا احطه هنا طبقه كمان فوق فوق الورده دي، ونفس المقاس. شفتوا انا عملت مقاس اصغر يعني، شايفين ادي مساحه وبعدين دي اقل وبعدين عملت دي اقل كمان اهي، علشان وطبعا بنفس النمط اللي انا عملت بيه ده عملت بيه الاتنين التانيين. هبدأ اعملهم الزقهم على بعض. مسدس الشمع معايا جاهز طبعا اهو كده كده، وابدأ الزق دي على دي كده تمام. وبرده نفس النمط كده دي على دي. الوردة دي طبعا لو احنا صغرناها شوية ممكن نستخدمها. لو عملناها دي لوحدها كده نعملها توكة للبنات، البنات الصغيرين. توكة طوق كده او توكة نحط فيها استك من ورا صغير وتتربط بيها الشعر. طبعا بتبقى شكلها ظريف تمام كده اهو. بحاول اسوي بس اللي هو التل ده شايفين. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، الشكل ده كمان انا لو انا عملته كبير شويه كده ده وردة من دي بس كبيرة هتتحط مفرش وهيبقى في منتهى الشياكة في نص السفرة مثلا او في او على ترابيزة الانتريه. تمام انا خلصت دي اهي، دي كده خلصتها. برضو هحط بس حاجة صغيرة هنا عشان تدي منظر. شايفين ده لولي
انا جايباه اهو. او انتوا عارفين لو انا عندي زرار في البيت اهو، ممكن اجيبه احطه هنا كده عشان يدي بس منظر للورد بالشكل ده. شايفينها بقت جميله ازاي؟ تمام كده. انا هبدأ بقى اجيب دي الخداديه بتاعتي واقوم جايه حطاها هنا، هتبقى دي في وسط الخداديه كده، بس هلزقها بقى. عايزه اقول لكم حاجه، لو انا حبيت ان انا اغسلها عشان هتقولي ممكن نلزق، طبعا لو انا قبل ما محشي دي فايبر، انا ممكن اخيط دي هنا، يعني قبل ما دي تتحشي فايبر من هنا، وهي اقوم جايه مدخله ايدي من هنا واقوم جايه اخيطها بالسراجه لو انا عايزه بالغرزه. بس انا بقول لكم دايما بنقي الحاجه السهله، عشان مش كل الناس بتبقى عندها الحرفيه الكامله، في ناس عندها هوايه بس مش قادره تنفذها اهي. وبرضه اقول لكم حاجه، لما تيجي تغسليها، عشان في ناس بتسألني اما بنزل فيديوهات كده معينة، الاقي ناس تسألني طب مش هتبوظ في الغسيل؟ طيب هتبقى كويسة، مش اللزق ده مش هيفك خالص، الشمع ده مش هيفك، انما في غيرة انا بيتكلموا على غيرة، بس انا مش عارفة الغيرة ده يقصدوا بيه مسدس الشمع، لاني انا بصراحة ما عنديش خلفية اوي. لو الغيرة، لا الغيرة طبعا هيفك لان هو بيطلع من المية، الغيرة الابيض او اي نوع غيرة، انما انما الشمع ان شاء الله مش هيطلع بالغسيل يعني. دي الحاجة التانية، لو انا عايزة اغسلها ادام هي بالفايبر، عاملة زي العرايس بالظبط اللي بنجيبها بتاعة الاطفال، وقت ما تتوسخ بنحطها في الغسالة دي، لو دي وقت ما تتوسخ او تشوفيها مش نظيفة، حطيها في الغسالة كلها على بعضها كده، كلها على بعضها هتبقى يعني هتنضف ان شاء الله ومش هتبوظ. طبعا يا رب الفكرة تكون عجبتكم النهاردة. انا بحاول بقدر المستطاع اجيب لكم حاجة تكون سهلة ان انتوا تستخدموها وتنفذوها في البيت، لان انا عارفة ان كلكم معظمكم ما شاء الله اللي بيتابعني ستات بيوت شاطرين جدا. ربنا يخليكم ليا، وشكرا طبعا على التعليقات للمرة الاخيرة. وطبعا اتمنى ان انتوا تعملوا دعم للقناة وتعملوا اشتراك للفيديو، والناس الجديدة تعمل اشتراك وتعمل مشاركة للفيديو على على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتهم. وشكرا ليكم.